قابل بقى على العقوبات، وقابل بقى على الغرامات، وقابل على رد فعل جمهور الاهلي، وقابل على رد فعل مجلس اداره النادي الاهلي اللي بيفرض عقوبات مغلظه على لاعبي النادي الاهلي بعد الاداء الهزيل امام باتشوكا. وعاجل عاجل عاجل رحيل محمد الشناوي حارس النادي الاهلي ومحمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الاهلي عن النادي الاهلي. خده في ايدك وامشي يا اخويا، انت بتدافع عنه، خده في ايدك وامشي. رحيل الشناوي وكهربا شيء لابد منه. وقرر مجلس اداره النادي الاهلي الاستغناء عن محمد الشناوي حارس النادي الاهلي وعرضه للبيع هو ومحمود عبد المنعم كهربا. ما هو خلاص بقى، ما هو خلاص كده مفيش بقى برونزيه هتنجدك، مفيش مباراه بقى تحديد التالت والرابع هتستخبى فيها زي السنين اللي فاتت دي، اللي كل مره بنخسر مباراه كانت في المتناول جدا جدا بسبب استهتار اللعيبه وضياع فرص غريبه ما تضيعش، وتستخبى بقى في مباراه التالت والرابع زي ما عملناها مثلا في ماتش اتحاد جده، ولا في ماتش، ولا في المرات اللي خدنا فيها البرونزية بعد ما خيبنا امال الجمهور ان احنا نوصل نهائي. مرة قدام فلومينينسي كان ماتش في المتناول جدا وكان مباراة سهلة جدا وضيعنا فرص كتيرة جدا، وبتتكرر دلوقتي مع فرصة كهربا الغريبة اللي راح عايز يلم الجول وهو لو بسن الجزمة. لو انت عندك سنة عقل بس، لو انت فاكر حاجة في تدريبك، حاجة من الكرة اللي بقالك سنين بتلعبها، تغمزها بسن الجزمة الجول كله فاضي، كان زماننا خلصنا من القصة دي. وحتى لو ضيعت الكورة حتى مش عارف تحط ضربة جزاء. 3 لعيبة في الاهلي بيضيعوا 3 ضربات متتالية، ضربة متتاليتين واحدة منهم تحسم مش عارف تجيبها. فرحيل محمد الشناوي وكهربا هقول لك القصه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بمسي على كل اخواتي الاهلاويه اللي منوريني دايما. بتمنى منك انك تدعم الفيديو بلايك وشير وكومنتات كتير علشان يوصل لكل الناس. امبارح جمهور الاهلي بعد الخذلان اللي حصل في مباراه باتشوكا اللي كانت في المتناول والخساره المذله، جمهور الاهلي وجه لومه وعتابه لشخص واحد، ايوه محمود عبد المنعم كهربا. لان انت ما بتعرفش تسجل وما بتعرفش تشوط وما بتعرفش تجري وما بتعرفش حتى تشوط ضربة جزاء، وانت اصلا عليك بلبلة من بداية لانك خلاص شطبت. خدنا انت اديت كل اللي عندك، خلاص ما بقاش عندك كورة، بقالك 1.5 سنة ما عندكش كورة او 2 كمان. فطبيعي الجمهور الغضبان اللي جاي لك من مختلف الدول العربية علشان على امل ان احنا نلعب ريال مدريد في النهائي، وبيشوف كهربا بيضيع قدامه ضربة جزاء وهو اصلا في الدنيا مش احسن حاجة من كهربا والجمهور في الفترة الاخيرة بسبب سوء مستوى كهربا. قال لك بس احنا مش عايزين كهربا. يقوم الكابتن محمد الشناوي اللي المفروض كابتن فرقة واللي المفروض هو همزة الوصل بين الجمهور والفرقة وبين مجلس الإدارة والفرقة عشان هو الكابتن، يقول لك انا ماشي معاه. امشي معاه يا اخويا. انت مش عاجبك انتقاد الجمهور للعيبه؟ ليه؟ انت فوق النقد؟ مفيش حد فوق النقد. انت هتعمل لي نفسك حامل حمى ولا كهربا لو هيمشي انا همشي؟ ما تمشي يا اخويا انت وهو، عندنا مصطفى شوبير برقبتكم انتوا الاتنين. ايه الهبل ده؟ الجمهور ما وجهش حاجه للشناوي على فكره الا بعد ما الشناوي تعامل مع الجمهور بشكل غير منضبط. لان الشناوي عمل اللي عليه في الماتش وشال كور كتيره في الماتش وصد ضربه جزاء الاولى كمان، يعني فتح السكه للنادي الاهلي ولاعيبته. ولكن الخذلان جه من اللعيبه مش من الشناوي. بس مشكلتك مع الجمهور يا شناوي ان انت بقيت بترد على الجمهور. انت بترد على الجمهور على واحد ما يستحقش اصلا. يعني كهربا ما يستحقش الاشاده في اي حاجه في الماتش بتاع امبارح ده. فلما الجمهور ينتقده ما تعمليش فيها حامل حمى وكابتن الفرقه ولا مالكوش دعوه بالجمهور زي ما عملت قبل كده لما ما احتفلتش بالدوري مع اللعيبه ما مع الجمهور وقلت يلا بينا مش هنحتفل مع ناس بتشتم ولا ما اعرفش مع ناس ما هو الجمهور كده. انت بتتفرج على كرة تانية، ما هو الجمهور كده. انت حلو في الملعب تمام، مش حلو في الملعب حتى لو انت اللي لسه جايب لي كاس العالم هننتقدك.
وانتقاد الجمهور مش محللين بقى بأساتك، لا، انتقاد الجمهور انت عارفه كويس، حاجة صعب السيطرة عليها. مش معنى كده اني بدعم ان حد يشتم او كده، بس هو ده الجمهور، بتكلم في الواقع. فرحيل الشناوي وكهربا اقرب من اي وقت سبق، حتى لو هيروحوا الزمالك اتفضلوا. سلام.